ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وحشتوني كتير كتير، بقالي فتره كبيره جدا ما عملتش فيديوهات معاكم. طبعا غصب عني والله. النهارده بقى راجعه لكم كده في فيديو جديد وسريع. هنعمل كده طاجن مكرونه بالفراخ. النهارده كنت مش عارفه اعمل بصراحه اكل ايه، فلقيت كده عندي ربع بانيه قلت استخدمه. زي ما انتوا شايفين كده المقادير، ومعانا لولو بتحييكوا كده في الفيديو. طبعا هي كانت متحمسة جدا علشان هي بتحب الطاجن ده وطالباه مني بقالها كتير. معايا بقى كده نص كيلو من المكرونة الأقلام، ومعايا ربع بانيه، ربع كيلو من البانيه. ومعايا بقى هنا بصلتين وقرنين كده فلفل وكام طماطمايه. هنبدأ كده ونقول بسم الله. المقادير طبعا دي موجودة يا جماعة عندنا في كل بيت، هي بس البانيه. ما كنتش بصراحة، يعني زهقنا من الأكل كلنا، مش عارفين نعمل أكل ايه. وطبعا كمان يعني الطواجن دلوقتي بقى سعرها غريب بصراحة. الواحد بيسمع أسعار غريبة اليومين دول. هنبدأ كده ونقول بسم الله. قطعنا كده ايه الفلفل الأخضر، ونقطع بقى طماطم. أنا بحب يعني يبقى الخضار كتير، وبالذات كمان البصل، علشان بحس ان هو يعني البصل الأبيض ده كمان بيبقى مسكر كده وبيدي نكهة في الأكل، بتبقى حلوة قوي. فزي ما قلت لكم الطاجن دلوقتي اسعاره بقت غريبه بصراحه. يعني سمعت اسعار غريبه وانا بسأل عليه، قلت ليه يعني واحنا خلاص كاتعين مش عارفين نعمل طاجن مكرونه بالفراخ. المهم قلت اعمله بقى. قطعت كده الخضار زي ما انتم شايفينه كده كله خلاص، البصل والفلفل والطماطم. ولو عندك كده قرن بقى ايه فلفل حار كده بتحبيه ممكن تضيفيه معاه، مفيش مشكله خالص. والبانيه نفس الكلام. انا طبعا البانيه دي يا جماعه غسلاها كويس جدا ونقعاها في محلول اللي هو الليمون والملح والخل، وحطيت لها كمان معلقه طحينه عشان الزفاره. فهقطعها بقى قطع صغيره، مش صغيره قوي يعني علشان برضو هي كده كده بتكش معايا. فاقطعها كده قطع صغيره بالشكل ده كده، عشان نجهز كل حاجه ونبتدي كده ايه نشتغل على طول. تمام، انا كده خلاص بقى قطعت البانيه، وعندي هنا البصل اهو متقطع والفلفل والطماطم عشان اشتغل على طول. نيجي بقى هنا في حلة فاضية على النار، نرفع بقى حلة كده على النار، نحط فيها ايه معلقتين سمنة كبار، وننزل بقى ايه بالبصل. لا، هننزل اول حاجة بالبانيه اللي احنا قطعناه، علشان نديله زي صدمة كده وما نقلبوش كتير. هو يا دوب بس ننزله ينزل كده ميته سنة صغيرة، نروح بقى ضايفين عليه البصل. طبعا البصل، كمية البصل دي عايزة اقولكوا هتدبل كلها اصلا، مش هيبقى الكمية دي كلها يعني، لما يدبل مش هيبقى كل ده. مش هقلبه كتير، هحط بقى عليه كده بهارات فراخ، وهحط كمان 7 بهارات، وهحط فلفل اسمر، سنة فلفل اسمر كده وال7 بهارات. واديها تقليبة كده بسيطة علشان انزل الفلفل والطماطم. انزل بقى كده الفلفل، وبعد كده الطماطم، واغطي بقى كل الكلام ده واسيبه بقى مع نفسه. يعني ايه بتاع ربع ساعة كده. بصوا دبل كله الفلفل مع الطماطم مع البصل. هملحه بقى، هنزل الملح وارفعه خلاص من على النار. وهنا بقى الحلة التانية هعمل فيها الصلصة. حطيت كده سمنة، معلقتين كده سمنة، ايه وقطعت كده البصل قطع صغيرة، وهشوحها بالشكل ده لحد ما تصفر معايا. وبعد كده انزل بالطماطم. الطماطم مش هخليها تغلي تتسبك كتير، يعني يا دوبك بالظبط غلوتين وهرفعها من على النار، علشان لازم الطماطم تبقى القوام بتاعها خفيف علشان تسويلي المكرونة. بصوا خلاص البصلايه اصفرت كده، نزلت بالطماطم ويا دوب غلوتين وهرفعها من على النار. هنا بقى نقلت المكرونه كده في طبق، علشان ايه هستخدم الطواجن. بصوا ده مقاسين، مقاس صغير ومقاس كبير. وهنا بقى ايه الخليط الفراخ اللي احنا عملناه. هبتدي كده اوزع. اول حاجه انا طبعا ما دهنتش الطواجن ولا اي حاجه خالص، انا بس حطيت على طول الخليط بتاع الفراخ اللي احنا عملناه مع بعض، احطه كده في القعر. ليه؟ علشان لما اقلب الطاجن يبقى الفراخ هي اللي فوق.
واحط بقى المكرونه زي ما هي كده نيه، ولا هسلقها ولا اي حاجه خالص. احطها كده على الوش كده، على وش اللحمه، على وش الفراخ، سواء بقى انت عاملاها لحمه فراخ اي حاجه. هتحطي المكرونه نيه كده زي ما انا حطاها. وطبعا مش هامله الطاجن لاخره، يعني اخليه يعني اديله مساحه علشان المكرونه لما بتستوي هتعلى معايا. بصوا شايفين، سواء الصغير او الكبير، الطاجن الكبير او الصغير، بصوا مقام كده عقلتين، شايفينه اهو. والصلصة طبعا لازم تكون بتغلي، يعني ترفعي الصلصة من على النار. بصوا حتى لو تلاحظوا هتلاقوا كده البخار بتاعها معايا، شايفينه البخار كده باين في الكاميرا. هسقيها بقى، هسقي المكرونة كده بالشكل ده كده، والطماطم لسه مرفوعة من على النار، يعني تكون بتغلي علشان تسويلي المكرونة كويس. وكمان يعني ضغطي المكرونة الطاجن كويس، يعني ضغطيه كله بالطماطم علشان تستوي كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا بقى شكله بقى يفتح النفس بجد. وعندي بقى هنا غطيان الحلة الألمونيا بتاعتي، طبعا ما عنديش ورق فويل، فايه اتصرفت يعني، مفيش حاجة بتقول لا. فجبت الغطيان كده وغطيتها بالشكل ده عشان ادخلها الفرن، ونص ساعة تلاقيها جاهزة. وطبعا ما يخلاش، لازم يعني يكون جنب الأكل الشيبسي والمخلل. ناخد كده واحدة عبل ما نطلع الطاجن من الفرن. هنا بقى بصوا استوى معايا بعد نص ساعة. عايزة اقول لكم ريحته بجد فظيعة، وشارب كده من الصلصة. لازم بقى ايه اقربه لكم عشان تشوفوا التفاصيل. بصوا حلو جدا، وريحته كمان كانت فظيعة. تعالوا بقى كده نقلبه. هجيب كده سكينة رفيعة وهعمل كده من الحروف بتاعته، علشان لما اقلبه ما يكونش فيه حاجة لازقة، لان انا طبعا ما دهنتوش ولا اي حاجة. هي السخونية هتنزله، ما تستنيش لحد ما يبرد، لازم تقلبيه وهو سخن. طبعا عايزه اقول لكم خلي بالكم كويس جدا، علشان الطواجن دي بتبقى مولعه بجد، حرفيا بتبقى يعني سخنه جدا. فانا حاولت كده على قد ما اقدر اعمله كده بالراحه عشان ما تلسعش. بصوا طلع بكل سهوله، وشايفين البخار عامل ازاي، وبجد كانت ريحته وطعمه تحفه. بصوا بقى الفراخ مع المكرونه، انا بصراحه بفضله باللحمه المفرومه اكتر من الفراخ. وده كان فيديو النهاردة سهل وبسيط، ان شاء الله يعجبكم، جربوه مش هتندموا، حاجة كده نضيفة في البيت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.